هو سلطان فعلا كان غبي ولا دبش كان ظالمه؟ وهل انت غبي ولا ذكي؟ في البداية خلينا متفقين ان انت مش ممكن تعرف يعني ايه غباء اصلا غير لما تعرف يعني ايه ذكاء الاول. تعالوا بينا بقى نتعرف مع بعض على يعني ايه ذكاء. تعال. في الأول لازم تعرف إن الذكاء ده شيء مجرد مش مادي ما بيتشافش، وبالتالي لما تيجي تعرفه هتلاقي له تعريفات كتير جدا، عشان كل من العلوم بيبص للذكاء من وجهة نظر مختلفة. يعني مثلا أنت عندك 4 مفاهيم للذكاء اللي هم المفهوم الفلسفي والبيولوجي والاجتماعي والنفسي. دول ال4 مفاهيم بتوع الذكاء. زي المفهوم الفلسفي كده، ثواني، انا مش خبير في النقطه دي بصراحه، خلينا نعرف بس من حد يعني عنده خبره اكتر مني بكتير. مساء الخير يا ارسطو اخويا. مستر سليمان الغالي، ايه الاخبار؟ حبيبي بخير والله، بس كنت عايز اعرف من حضرتك هو يعني ايه ذكاء من وجهه نظرك يعني. بص يا مستر، الانسان عنده نوعين من النفس، وهما النفس الدنيا ودي اللي هي بتاعت الاكل والشرب والتكاثر والحاجات دي، ونفس عاقله واللي هي العقل، ودي بقى اللي بيتميز بيها الانسان عن الحيوان. وانا من وجهه نظري المتواضعه والتي لا قيمه لها على الاطلاق، ان انت لو عندك عقل او عندك يعني النفس العاقله دي، يبقى كده سيادتك بني ادم ذكي. عظيم جدا، يعني الذكاء عند حضرتك هي النفس العاقله. طب في حاجه حابب ان انت تضيفها؟ نسيت اقول لك كمان، خلي بالك ان ناس كتير قوي بتنسى انه من الذكاء كمان انك تكون مع سليمان. تاني مفهوم بقى معلم هو المفهوم البيولوجي، والناس بتوع المفهوم البيولوجي للذكاء دول قالوا ان في جانبين 2 في حياتنا، واللي هما الجانب المعرفي والجانب الوجداني. الجانب المعرفي اللي هو العقل باللي موجود فيه سلطاته بقى ببابا غنوجه، والجانب الوجداني اللي هو القلب والمشاعر والاحاسيس. والذكاء هنا بقى انك تعمل حاجه مهمه جدا جدا جدا، وهي ان انت تعرف توازن بين العقل وبين القلب. يعني مثلا في اغنيه كان اسمها 3 دقات تقريبا، الراجل اللي في الاغنيه ده ما عرفش يوازن بين قلبه وعقله. جوايا خناقة كبيرة قامت على طول، عقلي يعقلني وقلبي يقول لي روح لا اقول، ما خدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان. شفتوا بقى هنا انه ما قدرش يوازن بين عقله وقلبه ويتكيف مع البيئه، يعني ما قدرش يعمل الذكاء من مفهوم البيولوجي. المفهوم الجاي بقى هو المفهوم الاجتماعي. صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. وده اللي قال لحضرتك انك لو بتعرف تعمل علاقات اجتماعيه وبتعرف تتكيف مع المجتمع اللي انت عايش فيه بكل التغيرات اللي بتحصل فيه، تبقى انت ذكي. انت جبل يلا جبل. والاخير بقى هو المفهوم النفسي، وده الذكاء من وجهة نظر علماء النفس، واللي اتقسموا ل3 وهم تيرمان وسبيرمان وسليمان. لا معلش نرجع لمرجوعنا، هما 3: تيرمان، سبيرمان، وكسلر. كل واحد من الناس دي عرف الذكاء من وجهة نظره هو. يعني مثلا تيرمان عرف الذكاء على انه قدرة الشخص على التفكير المجرد، ان الشخص ده يفكر في الاشياء المجردة اللي مش بتتشاف، زي الديمقراطية، الحرية، الاستقلالية، الاعداد وغيره وغيره وغيره. وكسلر بقى قالك ان الذكاء ده هو قدرة حضرتك على التفكير المنطقي والعمل الهادف. يعني بالبلدي كده لما تيجي تفكر في مستقبلك وتحط خطط وتحدد اهدافك، انت كده ذكي من وجهة نظر وكسلر. والاخير بقى سبيرمان، وده اللي بيقول لحضرتك انك لو قدرت تدرك العلاقات بين الاشياء انت كده ذكي. يعني مثلا انت لو ماشي في الشارع وشفت عربية اسعاف وعرفت ان في علاقة بين عربية الاسعاف وان اكيد في حد تعبان، يبقى انت كده ذكي من وجهة نظر سبيرمان. ولكن عزيزي الطالب، جه البعبع بتاعهم وعمنا وعم الناس كلها، واللي قالك ان الذكاء مش نوع واحد، لا، الذكاء ده انواع كتير. ومن هنا احب اقول لحضرتك ان انت عندك 7 ذكاءات، ولا ما عندكش؟ ايه هما بقى؟ ويا ترى انت غبي ولا ذكي؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية.